بنص كيلو دقيق عملت كل الكمية دي من القرص الفلاحي الطرية، سادة ومحشية، تنفع للفطار مع كوباية شاي الصبحية، أو تعملي كمية كده وتحطيها في الفريزر ياخدوها الأولاد معاهم المدرسة بدل السندوتشات. هقولك ازاي تسويها التسوية المثالية عشان تطلع هشة وإسفنجية، وكمان طعمها أكتر من رائع. عايزة أقولكوا كده أول ما هتدوقوها هتحسوا إن هي بتدوب في البق ذوبان. يا ريت قبل ما نبتدي وصفتنا الجميلة دي بس تشجعوني بلايك وشير للفيديو، وتعالوا بينا يلا هقول لكم انا عملت الجمال ده ازاي. معانا كوبايه ميه دافيه زي دمعه العين، ما تستخدموش ميه سخنه علشان ما تبوظش الخميره، وممكن نستبدل الميه بكوبايه حليب. هاخد نص الكوبايه احطها كده في مكان واسع. هضيف ليها ملعقه كبيره من الخميره الفوريه وملعقه كبيره سكر، وهقلبهم مع بعض وهسيبهم على جنب لغايه ما الخميره تنشط علشان نشتغل واحنا مطمنين. نص كوبايه الميه اللي هو فضل معايا هضيف ليه 3 ملاعق كبار سكر، وهدوبهم مع بعض. لو انتوا هتعملوا القرص حادقه يعني تاكلوها مع جبنه مثلا، ممكن تضيفوا ملعقتين بس من السكر. عندي هنا نص كيلو دقيق، يعني تقريبا 4 كوبايات دقيق. هضيف ليهم نص ملعقه صغيره ملح، نص ملعقه صغيره بيكنج باودر، ملعقه كبيره سمسم، وده اختياري، لو مش حابين تضيفوه مفيش اي مشكله. وانا بحب اضيف باكت من الفانيليا، لو انتوا حابين تضيفوه مش حابين يعني براحتكم. هقلب المكونات الجافه دي كلها مع بعض. هضيف ليهم ربع كوبايه زيت وربع كوبايه سمنه، يعني نص كوبايه مع بعض، ربعها زيت وربعها سمنه. هقلب الماده الدهنيه مع الدقيق كويس لغايه ما يتبسوا كده مع بعض. هخلطهم مع الدقيق كويس لغايه ما يبقوا كلهم كده بالشكل ده، يعني الدقيق هيبقى عامل زي الرمله المتنديه كده. وبعدين هضيف الخميره والميه بالسكر، وهبتدي اعجنهم كلهم مع بعض. بصوا انا فضلت اعجن في العجينه لغايه ما اتلمت معايا وبقت عجينه ناعمه وطريه مش ناشفه، بس احتاجت مني اني ازودها 3 ملاعق ميه، فانتوا هتاخد معاكم من كوبايه لكوبايه وربع ميه. شايفين العجينه بتبقى طريه وما بتلزقش. بعدين هحطها في الطبق وهحط على وشها كده نقطتين سمنه، وبعدين هغطيها وهسيبها في مكان دافي كده. ممكن نسيبها في الصيف نص ساعه وفي الشتاء ساعه، وبعد ما تختمر هرجع لكم نشكلها مع بعض. رجعت لكم بعد ما العجينه اختمرت. القرص الفلاحي مش بنبالغ في التخمير بتاعها، يعني مش ضروري تبقى اكتر من كده، هي كده تقريبا تضاعف حجمها، بس مش ضروري تسيبوها وقت طويل. في الصيف ممكن نسيبها نص ساعه، وفي الشتاء ممكن نسيبها ساعه او ساعه وربع. بالاول كده بنشيل التخمير بتاعها بس ما بنعجنهاش، بناخد قطعه وبنجمعها بالشكل ده وبنقفلها وبنقلبها وبنخليها كده مدوره بالشكل ده. دايما وانتوا بتشكلوا خلي ايدكم فيها سمنه او زيت علشان الوش ما يشققش ويفضل دايما بالشكل ده. بصوا ده شكلها، والحجم ده مناسب جدا جدا. وهحطهم في صينيه ممسوحه مسحه بسيطه من السمنه، مش هنطبطبهم دلوقتي، هنسيبهم كده لغايه ما نخلص كل الكميه. تعالوا نشكل واحده كمان، لازم ايدينا تكون مدهونه بالسمنه واحنا بنشكلها. طب لو هتعملوا القرص دي محشيه برضو بنمسح مسحه بسيطه كده من السمنه، وبناخد كوره بنفردها بالشكل ده وبنحط الحشوه من جوه. ممكن تضيفوا جبنه او عجوه او ملبن، يعني احشوا الحشوه اللي انتوا عايزينها سواء حلو او مالح. قفلوا عليها كويس عشان لما نضغط عليها بعدين ما تفتحش معانا. بعدين بقلبها على الناحيه التانية، وده بيكون شكلها. هخلص كل الكميه وبعدين هرجع لكم. وكده خلاص انا خلصت كل الكميه وعملوا لي الصينيتين دول. دي انا عملتها ساده، ودي انا عملتها محشيه بالجبنه. اي بواقي جبنه موجوده عندك في التلاجة تكون نشفت او مفيش حد راضي ياكلها، حطيها في اي مخبوزات، مع الحراره بترجع جديده وبيبقى طعمها ممتع.
هبتدي باول صينيه انا شكلتها بتكون ارتاحت شويه، ايدي بتكون فيها مسحه سمنه، ببتدي اضغط عليها كده بس ما تضغطوش جامد. بصوا انا عايزه السمك ده. وده شكل القرص بعد ما خلصتهم. بعد ما بنخلص بنديهم على الوش كده مسحه بسيطه خالص من السمنه علشان الوش ما ينشفش، وعلشان لما يدخلوا الفرن يستووا ياخدوا لون حلو. مش بنسويهم دلوقتي، احنا بنستنى لما يختمروا شويه. وده شكلهم بعد ما اختمروا. هدخلهم دلوقتي يستووا، بعد ما يستووا هقولكوا على تفاصيل التسويه بالظبط. وده شكل القرص الجميلة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. خليني اكلمكم على تفاصيل التسوية. انا بدخلها على فرن ساخن على درجة حرارة 200 على اعلى رف في الفرن اللي هو بيكون تحت الشواية. ما بنشغلش الشواية في الاول، بنشغل الفرن من تحت وبس. بتاخد في الفرن تقريبا من 15 دقيقة ل 17 دقيقة، مش اكتر من كده، علشان القرص دي بتكون خفيفة وهشة كده. بمجرد ما تاخد لون جميل كده من تحت بطفي عليها الفرن وبنزل الصينية بحطها في الرف اللي هو في النص، وبشغل الشوايه علشان تاخد لون جميل كده من فوق. يا دوب دقيقتين بالظبط. اول ما تخرج برشها كده كان بخه كده بالميه، وبعدين بغطيها في الحال بالفوطه وبسيبها متغطيه كده حوالي ربع ساعه. رشه الميه مع تغطيه بالفوطه بترجع القرص تبقى طريه وهشه زي شايفين كل الكميه دي احنا عملناها بس من 4 كوبايات من الدقيق. عملت 20 قرصه حجمهم كبير. شايفين هش واسفنج ازاي بجد؟ يعني مهما وصفت لكم قد ايه القرص دي ناعمه ودايبه خالص كده وانا بقطعها، يعني ما كانتش مستحمله في ايدي. ده القرص الساده، ودي القرص المحشيه. كمان القرص المحشيه بالجبنه دي طعمها بجد يعني اختراع. عايزه اقول لكم وانا بدوقها حاسه ان هي بتدوب كده في البق ذوبان، هتاخدكم للزمن الجميل، تحسوا ان هي معموله بالقشطه او بالسمن البلدي، مع اني انا عاملاها بالسمنه العاديه وبشويه زيت. تقدروا تعملوا منها كمية وتحتفظوا بيها في الفريزر علشان أولادكم ياخدوها معاهم المدرسة بدل السندوتشات. هتريحكم وتوفر عليكم بدل التعب والمجهود كل يوم. عايزة أقول لكم لما بتخرج من الفريزر وبتفك بترجع فريش كده كأنكم لسه عاملينها حالا. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم أفادتكم. هستنى أشوف رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسيبولي أي كومنت حلو منكم علشان بس كل ما أنزل وصفة جديدة تظهر لكم. بحبكم من كل قلبي. ناهد فاروق.